عيوب ومميزات التعليم في اندونيسيا او التعليم في بعض الجامعات اللي انا قلتها لكم قبل كده. خلينا نبدأ من رقم الاول. رقم واحد، في شوية مشكلة في الناس اللي بيدرسوا في الجامعات في اندونيسيا، خاصة في العاصمة او ممكن جامعات اللي هي تعتبر جوه العاصمة او ممكن اللي حواليها. اصلا الاسعار في العاصمة او في اللي حواليها اسعار تعتبر غالية. ف من عيوب لو انت بتدرس في الجامعة اللي هي موجودة في العاصمة او حواليها، ممكن هتلاقي اسعار زي مشروبات او اكلات، وممكن سكن، ممكن اسعار مرتفعة، يعني اسعار مرتفعة وغالية. بعدين بقى ايه، في حتة اللي هي جدا في العاصمة او اصلا في جامعة اندونيسيا. يعني في جامعة اندونيسيا اولا مسافة يعني مسافة الجامعة اصلا كبيرة جدا، يعني مسافة كبيرة جدا. جامعة اندونيسيا ليه هي تعتبر اكبر جامعة، يعني في معايير او مقاييس من ليه الجامعة دي تعتبر أحلى جامعة وأحسن جامعة في البلد. ومن إحدى معاييرها يعني المسافة، يعني أكبر مسافة جامعة في إندونيسيا جامعة إندونيسيا، يعني University of Indonesia تقع في مدينة ديبوك جنوب العاصمة. وفي يعني مسافة كبيرة. لو أنا أصلا دلوقتي ساكن قريب جدا للجامعة. لو أنا زرت الجامعة وأصوركم مثلا، هتلاقي في إن شاء الله جامعات كتيرة، يعني علوم كتير، يعني علوم كلها ممكن موجودة. يعني ممكن من في كلية رياضية، في كلية الأدب، في كلية الهندسة، في كلية الاقتصاد، في كلية الحقوق قانون، يعني في كلية مثلا في كلية بتاعت علوم ساينس، مثلا في علوم طب مثلا، ممكن يعني في علوم طب، في علوم عن ممرضة، يعني ممرضات الكلام ده يعني اسمها يعني. وأقولها لهم مجرد يعني أصلا أكبر جامعات دول 5 جامعات اللي أنا قلت لكم قبل كده. هم أصلا جامعات اللي موجودة كل يعني كل كلية إن شاء الله موجودة. إما أنت عايز مثلا تخش الطب، تخش القانون، تخش الاقتصاد، أو ممكن حاجات زي دي كلها بالنسبة لي كده موجودة. يعني عشان كده هي تعتبر برضو أحسن جامعة، عشان في أولا مسافتها كبيرة. بعدين من أنواع أقسام وممكن كليات كده مجملة شاملة، شاملة. يعني ممكن هما بيوفروا لك كليات وأقسام مختلفة اللي أنت تقدر تخشها. وإن شاء الله هيوفروا لك أحسن درس، أحسن مساعدات. يعني ممكن أحسن مساعدات من مثلا من كمبيوترز والحوائج، يعني ممكن حاجات بتاعت الجامعة، ممكن من مبنى، ممكن من كذا، ممكن اير كونديشن داخل الصف والكلام ده يعني. يعني انت تقدر تدرس وانت مرتاح، يعني انت بتدرس ومرتاح نفسيا وجسديا، وبرضه مرتاح علميا. يعني هما ان شاء الله بيوفروا لك كل الحاجات دي. ده من مميزات ال5 جامعات دول يعني. عيوب شوية. عيب الأول في العاصمة واللي حواليها ممكن هتلاقي أسعار شوية مرتفعة. والخارج العاصمة، برا العاصمة هتلاقي في
ناس أو ممكن صاحب دكان، أو ممكن أكلات خفيفة، يعني أكلات خفيفة والكلام ده برا العاصمة بأسعار رخيصة جدا. فدي حاجة اللي بتفرق. وممكن من مميزات، يعني مميزات الدراسة برا العاصمة. وفي شوية حتة اللي هي مهمة جدا انك تعرفها برا العاصمة، وممكن تعتبر بعض المناطق في الجاوة. في مدينة سورابيا معروفة جدا بدرجة الحرارة. درجة الحرارة مش عادية. ف جامعة اندونيسيا حتى لو هي في العاصمة شوية، بس مسافاتها كبيرة وفي أشجار كتيرة. عشان كده الجو في جامعة اندونيسيا تعتبر الجو هادي، و شوية بارد، مش بارد يعني، أصلا متوسطة يعني. تقدر تدرس وتعمل شوية جولة عادي يعني، ما فيش مشكلة. أما سورابيا أو ممكن بعض المناطق برا العاصمة، في مدينة سورابيا أو سورابيا تعتبر درجة الحرارة مش عادية. وبعدين بقى في برضو في مثلا جاكيت خاص احنا بنسميه المت. ده اصلا بمعنى alma mater اصلا جت من كلمة alma mater، ولكن singkatan احنا بنقول almet بدل alma mater، يعني جاكيت alma mater. احنا عندنا 5 جامعات ب5 الوان مختلفة، يعني مثلا الOE باللون اصفر، Gadjah Mada باللون رمادي، شوية رمادي. بعدين بقى براويجايا بالازرق. بعدين 11 مارت برضو ازرق، بس ازرق شوية زي لون يعني ده ازرق زي بحر يعني، مش ازرق ازرق اوي يعني، ازرق مش ازرق شدة يعني، لا كان هو ازرق خفيف يعني. وبعدين في كده اصلا يعني الجاكيتة مختلفة لكل جامعة. يوم عن اكلات ومشروبات رخيصة ان شاء الله. وفي يعني في حتة اللغة، يعني برا العاصمة هتلاقي في ناس بتتكلم بلغة مختلفة. ممكن في ناس اللي بيتكلموا بلغات قبائل، يعني ممكن بيتكلموا بالجاوية، ممكن بيتكلموا بالسندوية يعني قبيلة سندا، أو ممكن سندا جوا، أو ممكن قبيلة تانية. فدي حاجة اللي انت لازم تاخد بالك منها. وبس كده يعني. ده أصلا معيار أو مقياس شخصي أنا. لو في حتة اللي انتوا عايزين تعرفوها، حطوا كلمات أو أسئلة في الكومنتات، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو اللي جاي. متنسوش لايك ومن سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء، مع السلامة.